على أطراف مدينة منسية. كان في بيت قديم ومهجور، شكله كان بيحكي عن الزمن اللي عدى عليه والأساطير اللي حواليه. الناس في المدينة كانت بتتكلم عن اللعنة اللي فيه، وإنه المكان اللي فيه الحد الفاصل بين الأحياء والأموات بيكون رفيع جدا. نادراً ما حد كان بيقرب من المكان ده، وخصوصاً بعد الغروب. في ليلة عاصفة كانت فيه مسافرة تعبانة اسمها سارة، كانت بتدور على مكان تحتمي فيه من المطر الشديد. لقت البيت القديم ده بابه كان مفتوح كأنه بيقولها ادخلي. من غير ما تفكر كتير دخلت وهي مش عارفة اللي مستنيها جوه البيت كان ظلمة وريحة رطوبة، الضوء كان بيظهر ويختفي مع البرق، الظلال كانت بتلعب على الحيطان مخلية الجو مرعب. وهي ماشية في البيت حست بقشعريرة غريبة، كأن في عيون مش شايفاها بتراقبها. في ضوء خافت، لقت كرسي قديم ومغبر وقررت ترتاح شوية. لقت شمعة على الترابيزة جنبها وولعتها، نورها كان بيعمل أشكال مرعبة حوالين الغرفة. وهي قاعدة لفت نظرها صورة قديمة على الحيطة، عني الراجل اللي في الصورة كانت بتتبعها، فيها حزن عجيب. فجأة سمعت صوت خطوات جاية من الممر، قلبها بدأ يدق بسرعة لما فهمت إنها مش لوحدها. نادت في حد هنا؟ بس مفيش رد. الخطوات قربت أكتر وأكتر لحد ما وقفت عند باب الأوضة، وهي محبوسة أنفاسها شافت الباب بيتفتح ببطء. كان في شكل مظلم واقف عند الباب، قرب وظهر وشه اللي كان متلوي بالغضب والألم. الشبح مد إيده اللي كانت زيجة ومتلجة. سارة حاولت تصرخ بس صوتها مطلعش. الشبح همس سيبي المكان ده. صوته كان مليان صدى بارد. انتي ملكيش مكان هنا. من الرعب سارة ما قدرتش تتحرك وهي شايفة الشبح بيقرب. نور الشمعة كان بيهتز بعنف، عامل ظلال مشوهة كأنها بترقص. عيون الشبح كانت متشبثة بعيونها، مليانة حزن أكبر من الموت. فجأة ريح قوية طفت الشمعة وخلى الغرفة ضلمة تامة. سارة حست بإيد باردة مسكت كتفها وطلعت تجري من الكرسي، جريانة في البيت من غير ما تشوف حاجة. الخطوات كانت وراها مش بتسيبها. خرجت من باب البيت، العاصفة حواليها، وفضلت تجري بأسرع ما عندها بعيد عن البيت الملعون. الريح كانت بتعوي في ودانها، شايلة معاها آخر تحذير من الشبح. ما ترجعيش هنا تاني. سارة ما حكتش عن الليلة دي لأي حد، بس الذكرى كانت بتطاردها في أحلامها. البيت القديم فضل واقف، حارس مظلم على أطراف المدينة، أسراره مدفونة جواه، وأساطير الزائر فضلت موجودة، حكاية تحذيرية لكل اللي يفكر ياخد ملجأ في بيت المنسيين.